عاملين ايه؟ تعالوا بقى نعمل جيل الفواكه الجميل ده اللي هيبهر ولادك وهيبهر كل اللي في البيت. وعايزه اقولك كل اللي هيدوقوا هيطلبوا منك تاني، والمره الجايه نعملها في بطيخ ان شاء الله. عايزه اقولكم ان من ساعه ما عملته ولادي عايزين منه تاني. يلا بقى نشوف عملناه ازاي. عندي هنا ثمره من الشمام، غسلتها كويس قوي، وبعد كده هقطع الحته اللي من فوق دي وهبتدي اقورها زي ما انتوا شايفين كده، وهفضي الميه اللي فيها بقى والبذور دي وهقورها كويس قوي. اهم حاجه ان اللي انا هطلعه ده هعمل منه حاجه هتفاجئكم بجد، هتعجبكم قوي. كملوا الفيديو للاخر هقول لكم هنعمل بايه. عندي هنا 2 باكت من الجيلي، جيلي فراوله، تمام. وهضيف عليهم كمان كوبايتين من الميه المغليه، تمام. وهنقلب كويس قوي لحد ما الجيلي بتاعنا يدوب. بس انا هنا لقيت الجيلي خفيف فضفت معلقتين كبار من الجيلاتين النباتي. اهم حاجة وانتي بتقلبي تتأكدي ان الجيلي بدأ يتقل معاكي، لان احنا عايزين قوامه تقيل، لان احنا هنضيفه في ثمرة الفاكهة ووسط الفاكهة دي كلها، فده هينزل سوائل. لو ما كانش الجيلاتين تقيل جدا ومع السوائل اللي هتنزل دي هيبقى مش هتتماسك معاكي، والجيل مش هيربط وهتلاقيها سايبه من جوه. فدي ملحوظه مهمه قوي عشان الوصفه تنجح معاكي. لازم الجيلي وانتي لسه بتقلبيه وهو سخن تلاقيه بدأ يتقل معاكي، تمام. هنا حضرت الفاكهه بتاعتي، اي فاكهه متوفره عندك، نوع نوعين زي ما انت حابه تضيفي الفاكهه اللي هتفضليها، تمام. جهزت الفاكهه وقطعتها وبعد ما غسلتها طبعا، وجبت ثمره الشمام بتاعتنا. هبتدي بقى اضيف الفاكهه فيها، وزي ما انتوا شايفين مش مليتها على الاخر، سبت فيها حته. هبتدي بقى اضيف الجيلي بتاعنا بعد ما بدأ يبرد شويه عشان ما بيخليش الفاكهه بتاعتنا تخسر. واهم حاجه هنقعدها كده في طبق او نغلفها كويس ونحطها في التلاجة من 6 ل8 ساعات. اهم حاجه هتلاقيها تماسكت معاكي كده من بره، تعرفي ان هي خلاص تمام. اهم حاجه قوام الجيلي يكون تقيل جدا زي ما قلت، تمام. هنا بقى عندنا السوائل وقطع الشمام اللي احنا قورناها دي، مش هنرميها طبعا. هنجيب الخلاط بتاعنا وهنفرمهم كويس قوي من غير اي اضافات. وهنا برضو دي القطع اللي كانت كبيرة معانا مفرمتهاش، سبتها زي ما هي قطع صحيحة كده، وهنزل عليها باللي انا فرمته. هصفيه كويس قوي من البذور زي ما انتوا شايفين كده، صفيناهم كويس قوي. وبعد كده هناخد العلبة دي وهنحطها في الفريزر لحد ما تتجمد، تمام. يعني تقريبا من 4 ل6 ساعات هتكون اتجمدت معانا. هنا بقى كان الجيلي بتاعنا تماسك زي ما انتوا شايفين كده، قسمناها نصين، شكلها تحفة. هنبتدي بقى نقطعها وزي ما انتوا شايفين. طبعا عايزة اقولك هتتخطف من ايدك وانت بتعمليها، يعني وبألف هنا وشفا، يا رب تعجبكم. طبعا الفيديو لسه مكملش، هنشوف هنعمل ايه بقلب الشمامة بتاعتنا. احنا مش بنرمي حاجة. ولو دي اول مرة تشوفوني انا اميرة بكري، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد بقدمه. والفيديو لسه مخلص، كملوا معانا هنشوف هنعمل ايه بقلب الشمام. هنا بعد ما تجمد معانا زي ما انتوا شايفين، هي كانت اتجمدت خالص بس انا طلعتها يعني بعدها ب10 دقايق كده زي ما انتوا شايفين، يعني متلجة بس مش متجمدة خالص. يعني ببتدي اكسرها كده بالسكينة زي ما انتوا شايفين علشان تبقى معايا قطع اعرف اضربها في الخلاط كويس. وفي الخلاط هننزل بالفاكهة بتاعتنا بعد ما اتجمدت، وهنضيف كمان معلقتين من السكر البودر وعليهم كيس كريم شانتيه، وهنضيف كمان معلقة كبيرة لبن بودر بس دي اختياري. وهنفرم بقى الكلام ده كله مع بعضه كويس اوي في الخلاط. وبعد كده هننزل بيه في علبة زي ما انتوا شايفين كده، وهنسوي الخليط بتاعنا. وبعدين هتغطيها او تغلفيها كويس اوي، تدخليها فريزر من 4 ل6 ساعات، هتكون اتجمدت معانا وجهز معاكي اجمل ايس كريم بيتي ممكن تعمليه. بجد طعمه تحفة جدا، من جماله هتعمليه تاني وتالت بجد، لانه سهل وحتى اتعمل في الخلاط. يعني مش مقاديره مش كتيرة، وكمان عملناه في الخلاط مش محتاج مضرب ولا حاجة. لو كملت الفيديو لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بقدمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.